نحن موجودين اليوم بمرفأ بيروت، ولكن في طرقات لبنانيه طايفه، يعني شفنا كثير فيديوهات من الصبح لهلا، حتى وزاره العمل طايفه، طريق المطار طايفه، هلا خلدي الى اخره. في خلدي عندنا مشكل بقى. عالجنا الغزاره تبع الامطار، وحكيت بالمؤتمر الصحفي من 3 اشهر انه وقت يكون في غزاره ب 30 ملم واكثر من المطر، من الطبيعي يكون في فيضانات، بس هو لازم قد ايه وقت نحن فينا نعالج الفيضان. بكل دول العالم بصير فيضانات، البنى التحتيه ما بتحمل الغزاره تبع الامطار. السؤال بقد ايه سرعه نحن عالجنا هالوضع، لانه الفرق كانت متواجده على كل طرقات لبنان، وعالجنا كل المواضيع تبع الفيضانات. بلديه بيروت نحن منا مسؤولين عنها، عم نحكي طرق تبع وزاره الاشغال. عندنا مشكل واحد بعد بخلدي، مثل ما قلت نص ساعه بساعه مفروض يكون تعالج، وهلا بنتحاسب بعد الظهر لنشوف اذا الطرقات رجعت لطبيعتها، لانه اشتغلنا كثير على الموضوع. ولكن غزاره الامطار بهالفتره الضيقه صارت طبيعي يصير في شويه فيضانات، بس معالجتها هي إذا رجع صار الاساس. في غزاره امطار كمان دائما ما هي قد ايه وقت، اذا ساعه وساعتين فيضانات مقبوله حسب غزاره الامطار، بس اللي شفناه صار تاني شتوي كثير مقارنه مع السنين الماضيه، كثير الوضع اكثر من مقبول. يعني اخذنا كل الاجراءات واستبقنا الامور، ولكن الغزاره لاحظت تحسن صراحه في بعض المناطق. وانا من قبل الشتاء، قبل ما نعرف في الشتاء، عم بتكون الفرق موجوده على الارض، والاشراف على الفرق موجود على الارض، وانا شخصيا عم بحكيهم قبل الشتاء بتاكد اكيد ما حيصير شيء. واللي صار انا توقعت يصير في شويه فيضانات، لانه هون بالبور وغزاره منا طبيعيه. اذا مع كل هيدا عالجنا الامور وبعد الظهر كان السير سالك، بيكون كثير منيح.